ثلاث مباريات زائد مباراة لكينيا ولأنغولا في انتظار طبعا نتيجة اللقاء الثالث للمغرب. بولكسوت يرفع كرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه من المليوي لربيع حريمات. أنس باش من جديد يكشف الكرة ليوسف ميري. يوسف على العرضية هنا وممكن الضربة الأولى وممكن الكرة الأولى وممكن التسديدة الأولى. عماد الرياحي لا زالت مغربية مهمة. الضغط من البدايات مهم، الضغط من البدايات في سقوط. نعم الحكم السنغالي سيوقف اللعب طبيعي جدا في لاعبين على الارض. الان عن الحلول الجهه اليسرى مع عماد الرياحي يرفع الكره بالراس. بولكسوت يمر الكره لانس باش. انس يغلس رايه عند ميري يرفع كره في القائمه الثاني يلحق بالكره تتحول مباشره الى ركنيه. نعم المليوي ترفع الكره عمله قصيره. هنا ميري الارضيه دي المره مفاجئ في اتجاه خالد تورخان ثالث مرة على التوالي بعد روسيا وبعد قطر. هذه الكرة للأمام التغطية بولكسوت هل يراوغ مراوغة ممتازة. بولكسوت لا زال باش ينوع الآن في الجهة اليسرى مع بالعمري 1-2 وفي خطأ. نعم التدخل متعمد والضربة الحرة مغربية. هنا إعاقة في القائمة الثاني والرأسية ممكن. لا زالت ميمري اضرب سدد. غير معقول. هدف يضيع امام مروان الوادي. نعم اخر لمسه مروان تلعب هذه الركنيه بالراس والهدف يضيع مره اخرى. يطلب من بالعمري الصعود. عماد الرياحي في العمق والدفاع هنا نسيكو بالمناسبه هو من ابعد كرة الهدف. انطلاقه في المرتد الان والتغطيه موجوده. الصافره تاتي. نعم الصافرة تاتي وخطأ على أنس باش. موضوع اللاعبين الزامبيين ميري انطلق ميري العرضية بعد ذلك الركنية. نعم ان شاء الله الرياحي يرفع كرة بالراسية بعد ذلك بعيدة. كرة أنس يمشي لي بولكسوت يطلب اللاعب أنس والركن يرفع في القائمة الثانية الراسية. الكرات العالية عندنا والتسديد المتابعة. الكرة الثانية وحارس المرمى أموان صافي وسط المرمى يتصدى للكرة. ممتاز المتابعة. الكرة الثانية والفرص تتوالى والكرة هنا للأول. كرة الأول تضيع. اليوم يعجبني التحرك بالنسبة للاعبين. اليوم في إصرار أكثر، في رغبة أكثر، في بريسينج أعلى، في ريتم الباس، في ممرات. أنس باش والكرة في الغم أخطر. عموما تلعب هذه الكرة في القائمة الثاني. مروان. الآن الكرة تحتار بين اليسار واليمين. هذه المرة من اليسار ولكن حارس وصل الكرة على الجهة اليمنى. مرة جانبية. أول تسديدة من بعيد لمنتخب زامبيا بعد تقريبا 24 دقيقة. هنا بالعمري يترك له المجال. سدد الأحباس في يعقوب المنصور في العاصمة الرباط. هذه الكرة الأمام والعاصمة الرباط الآن ب4 أندية على مستوى الدوري المغربي بعد الصعود رسميا لاتحاد يعقوب المنصور إلى الدفاعية. لا زالت هنا التسديد ومروان الوادني. وانطلاقه في هجمه مرتده. خالد تورخان لا يمر. بولكسوت يرفع ممتازه. هنا الثانيه المتابعه للكره لكن تاخر بعض الشيء. خالد تورخان والكره الى تماس جزاء بالعمري. يرفع كره مقوصه بعد ذلك والمدافع تشونغو يخرجها. باك يا بولكسوت. هذا بولكسوت يرفع كره والدفاع يتدخل للامام. لمن المادي الأحرار المادي جول ممكن. هي جول. اضرب يا أنس. يسدد أنس والدفاع. هذا السمات الدفاعية والخطأ موجود. من يفك رموز هذا الدفاع المستميت. كذلك ميري الكل. ربيع حريمات يصعد كذلك. التمرير والتسديد يا بلا. في وضعية ممتازة بميري. لم يمر لاعب ميري في التمرير. نعم في المساحة ممكن تدخل يا بولكسوت. يرفع كرة في القائمة الثانية. كان عندك المساحة بولكسوت تتقلل. الكرة هنا مرفوعة داخل منطقة الجزاء الراسية.
اتونسيون كان في اتجاه المليوي، كان في اتجاه المليوي يا مروان. وهنا تعاني وانغولا شفناه فتحت اللعب في المباراه الاولى، انطلاقه من الجهه اليسرى والكره الذي قدر في دقيقتين والتسديده الاحرار مباغت هذه التسديده. كامبامبا القائد، كامبامبا هناك على الطرف الايسر يبحث عن التسديد، التسديد وممتاز بولكسوت، ممتاز يتوج مجهوداته في هذه الجوله الاولى. بيت مرفوعه داخل منطقه الجزاء في القائمه الثاني، هي جول الكابيتانو ربيع حريمات في المكان المناسب، ربيع جابها، ربيع حطها، ربيع نعم يضع في الشباك. 1-0 في توقيت ممتاز للغاية. ربيع من غير الكابيتانو حضر في المباراة الأولى هو يسجل في المباراة الثالثة أمام زامبيا. مرفوعة الكرة في القائمة الثاني، التحضير مثالي والإنهاء أكثر من رائع يا ربيع حريمات. ربيع حريمات فعلا زامبيا حرمتنا من الهدف في 45 دقيقة، لكن ربيع حريمات هذه المرة طريقه نحو الشباك. شوف الإعادة، شوف العرضية من بالعمري على المقاس، ميري حطها، بولكسوت، يوسف ميري، يوسف البينية، أسامة المليوي، أسامة المليوي السدد وحارس المرمى والثاني قريب يا بولكسوت. رائع يا بولكسوت، نفس الإصرار ونفس المخزون. ربيع حريمات طبيعي يكون في منطقة الجزاء والكرة ترفع بعد ذلك والطريق مفتوح، التسديد والكرة تتحول بعد ذلك إلى حارس المرمى. مات يترصد يتحين، كرة عالية بالراس مرة جانبية. برافو برافو، حاول يلعب مروان الوادني، هذا هو الوادني، إصرار كبير من مروان. طبعا ميدالية عن جدارة نعم. النتائج كانت استلام على الطول، للسلام هنا بالعرض يا أناس هنا على الجهة اليمنى، السلام وعرضية المليوي الكرة أوت إلى ضربة مرمى. يعني هذه السنة تأكيد بأن الأطر المغربية ذات كفاءة عالية جدا. وذكرت الأولمبية، الميدالية التاريخية مع طارق السكتيوي. رد بالك يا الأحرار، انتبه يا الأحرار، والحكم يقول فيها خطأ. المادي الأحرار على الصورة، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. الماب للذهب أشرف حكيمي، الذهب للذهب. هذه العرضية، مدافع مهاجم لاعب متكامل ما شاء الله أشرف حكيمي. إمكانية التسديد، الثاني هذا وقته يا عماد. الكرة بالراس مرة أخرى في القائمة الأول، وحذار من المرتدات، حذار من الانطلاقات. والأحرار لا زالت زامبيا، العرضية في القائمة الثاني، هذه خطيرة. روعة يا الأحرار، روعة يا الأحرار في الكرة الماضية. يطير الأحرار على طريقة بونو، الأولى ممتازة والثانية تاريخية بطولية يا الأحرار يحررنا من ضغط زامبيا من خلال التصدي والأروع، تصدي خرافي يا الأحرار. مساحة ملعوبة الكرة، لكن برافو الوادني، تايمينج رائع للأمام. هذه كرة أمامية في صافرة ماذا هناك؟ الهدف، هل يحتسب الهدف لمنتخب زامبيا؟ مشاهدينا الكرام، إذا يتم رفض الهدف واحتساب الضربة الحمر. هذا هو ميري يرفع كرة بالراس، والهدف الثاني أسامة المليوي، أسامة الراسية مركزة جابها في الشباك. 2-0، الثاني يقربنا من الانتصار. عرضية يا سلام، عرضية على المقاس وبالراس حطها في الشباك. 2-0 في ظروف صعبة ضغط فيها زامبيا، ولكن ردة الفعل كانت أقوى يا طارق يا سكتيوي. هات الصورة، هات الإعادة، هنا أسامة المليوي مميز. الهدف، زامبيا تقلص الفارق في هذه اللحظات. ردة فعل زامبيا كانت سريعة جدا.